مش وقتك خالص يا فارس. عمر طالع على السلم، فاضل دقيقتين على المغرب وهو صايم. عمر طالع. يا ماما السمك مش بتعمل كده. هو انت صدقت نفسك بجد ان انت شيف ولا ايه؟ يا ماما والله السمك الصح مش بتعمل كده. ادي فرصتي، ادي فرصة الشيف الصغطوط. طب تعالى، عدى دقيقة، قدامك دقيقة واحدة بس وتخلصوا. سيكي فيا يا ماما. تعالوا نصلح السمك على طول، بس قبلها نصلي على الرسول. طبقين وكل طبق كوباية دقيق، بابريكا وكمون وفلفل اسود وكركم وملح زي ما نحط هنا هنحط هنا. من كل حاجة نص معلقة ونقلبهم كويس. نختار طبق من الاتنين ونحط عليه معلقتين نشا ونقلب قلبة هنا ونقلب قلبة هنا ونبص على عمر. الحمد لله لسه في وقت. نجيب بقى كوبايه ميه هنحطها على الطبق اللي احنا حاطين عليه معلقتين نشا، نقلبها بقى قلوبه لحد ما يبقى قوامها زي الكيكه كده بالظبط كده. احنا عايزين القوام يبقى زي كده بالظبط. اقول لكم معلومه، لما تيجي تشتري السمك اشتري السمك المدوره مش المطوله. المدوره دي تبقى نتايه، بتبقى طعمها احلى من المطوله بكتير. لو حد هنا بيفهم في السمك يقول المعلومه اللي انا قلتها دي صح ولا غلط. نغلف بقى السمكية بتاعتنا كويس بالخليط ده. انا عايز السمكة تكون غرقانة في كل مكان. بعد كده هنشيلها نحطها في الدقيق. عشان كده بندفع ارقام خيالية في المطاعم، بس كل اللي بتعمله تكات صغنطوطة. انا جبتلكوا بقى التكات دي لحد عندكم وببلاش يا عم. ناخدها بقى وننزل على زيت يكون سخن موحوح، وما تجيش جنبها نهائي نهائي لما نحس ان الجنب استوى. شايفين الحلاوه، شايفين الطعم، شايفين الجمال، شايفين القرمش. عارفين الحاجه اللي بتبقى مقرمشه من بره وجوه دايبه؟ هو السمك ده كده بالظبط. ها ايه رايك بقى؟ هايل يا فارس. الو. ايوه يا عمر. الو. انا عازمك النهارده على الفطار على بيتزا. ايه؟ هناكل بيتزا؟ طب انا جاي لك حالا.